الفريزال فيربس من أهم الإكسبريشنز اللي احنا محتاجين نتعلمها ونحفظها كويس، لأنها بتستخدم بكثرة في المحادثات اليومية، وبتعتبر من أكبر علامات اللغة الانفورمال. فتعالوا كده مع بعض نحاول نستكشف طريقة ازاي ان احنا نفهم الفريزال فيرب كمحاولة. طبعا كلنا عارفين ان الفريزال فيرب هو فعل متبوع بحرف جر او اكتر، فنتكلم الاول على استخدام حرف الجر up يعني يتحرك لأعلى أو يزيد في العدد أو الكمية، وبالتالي ممكن يتحسن. بيزيد حاجة بتزيد حاجة بتزيد يبقى بتتحسن. أو up كأن بنتخيل مثلا إن حد طلع من تحت المية فظهر up move up go up ظهر بقى باين. back up يعني يساعد حد أو يدعمه أو يسانده. back يعني كأنه واقف في ظهره. up يخليه إيه؟ يعلى، يقف على رجله. فسبورت أو هيلب. بلو أب يعني حاجة انفجرت، فأب الدخان الفاير ظهر عاليا. برينج أب يعني يربي من صغير لأكبر. ما احنا اتفقنا ان أب يعني بيعلى، يعني بيكتر، يعني بيزيد. وطالما بيزيد يبقى بيتحسن، يبقى دريس أب يعني يلبس أحسن ما عنده. eat up يعني يفضل ياكل لحد ما الأكل يعلى خالص. eat up يلتهم. وبناء عليه use up يعني يستهلك. من كتر ما هو عمال eat up فهو كده استهلك كل الوعاء. grow up يكبر. get up يعني ينهض من الفراش، يقوم up ويصحى عشان يباشر يومه. pick up يلتقط. pick up عاليا. tear up يمزق. tear up يمزق. علي صوتك turn up يعلي الصوت.